الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. تفاعلا مع القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني لمساسها بهوية وانتماء أبناء وحفدة القطب الرباني الشيخ سيد أحمد الرقيبي وقبيلة من القبائل التي كانت ولا تزال تبصم بمداد من الفخر والاعتزاز في تاريخ المنطقة ككل. وبعدما تابعنا للمقطع الخطير وبعد متابعتنا للمقطع الخطير من الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه في مهرجان الفيلم الوثائقي بالعيون، والذي حمل في ضياته تطاولا خطيرا وتجاوزا غير مبرر وغير مفهوم لكل الأعراف والمعطيات والثوابت التاريخية المرتبطة بتأسيس وبناء قبيلة الرقيبات، ومساسا مباشرا وجزئيا بأحد أعمدتها وأعمدة الصحراء القطب الرباني الشيخ الولي الصالح سيد أحمد الرقيبي. وتبعا لردود الأفعال الغاضبة والتضامن القوي من كل المؤسسات الاجتماعية والسياسية والفاعلين المدنيين والمثقفين بالمنطقة، والذين استنكروا ما جاء به المقطع المذكور واعتبروه تجاوزا غير أخلاقي وضربا لكل قواعد العمل الإعلامي والثقافي المهني الشريف، الذي من بين أهدافه السامية الحفاظ على الهوية الثقافية بمكونات المنطقة والدفاع عن وحدتها لا المساس والتشكيك في انتمائها. قام يومه الأربعاء 4 يناير 23 بعد 2000 وفد يضم نخبة من الإعلاميين والفاعلين الثقافيين بالعيون تحت لواء مركز الصحراء للدراسات والأبحاث بزيارة تضامنية لمنزل السيد إبراهيم الرشيد أحد أعيان قبيلة الرقيبات وحفيد الشيخ الولي سيد أحمد الرقيبي. عبروا فيه عما يلي: أولا، التعبير عن تضامننا الكامل والغير مشروط مع القبيلة وكل فعالياتها، وعن دعمنا واستعدادنا لتجسيد أي خطوة نضالية وفق ما يسمح به القانون وتحت سيادة الدستور المغربي الذي يضمن الدفاع عن ثوابت الأمة ووحدتها، باعتبار أن القبيلة كنظام اجتماعي عرف به أهل الصحراء ويمثل ركيزة أساسية في وحدتهم وانتمائهم وتجسيدا لهويتهم. ثانيا، استنكارنا للمقطع الذي أساء للشيخ الرباني ولحفدته أبناء القبيلة الذين كانوا ولا زالوا مدافعين مستميتين عن الوحدة الترابية للمملكة وارتباطهم بالعرش العلوي المجيد. ثالثا، تجديدنا الدعوة المباشرة والصريحة للسيد وزير الثقافة باعتباره المسؤول المباشر عن الشأن الثقافي بالمغرب لإعلان نتائج التحقيق الذي تم فتحه لكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة كل من كان سببا مباشرا أو غير مباشر في هذا التطاول الذي مس أحد رموز الصحراء كي يكون عبرة لمن يعتبر أو لا يعتبر. رابعا، مطالبتنا بأحداث لجنة خاصة من أبناء المنطقة والعارفين بخباياها أعمدة الأدب والثقافة الحسانية يؤهد إليها العمل على مراجعة كل الكتب والأفلام والتقارير التي يتم إصدارها أو دعمها من طرف الوزارة، والتدقيق الصارم في مصادر معلوماتها وتقديم تقارير حولها كي لا يتم تمرير مثل هذه المخالطات مستقبلا. خامسا وأخيرا، السحب الفوري لكل النسخ المتوفرة من المكتبات العمومية أو الخاصة من الكتب الأجنبية أو المترجمة والتي تحمل معلومات مجهولة المصدر عن الصحراء وثقافتها ومكوناتها وتمس بقيمها وثوابتها عن جهل وتعتمد كمصدر علمي مغشوش لدى الكثيرين. حرر بالعيون في تاريخ الأربعاء 4 يناير 23 و2000.